السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم امجد اسامة، فيديو جديد من السلسلة اللي كلكم بتحبوها وهي سلسلة اعلامكم. النهاردة يا شباب زي ما شفتوا من العنوان او الصورة المصغرة هنبني علم العمان. فقبل ما نبدأ مش تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة يا شباب هنيجي هنا هو المساحة اللي احنا كنا متعودين عليها اللي هي 16 في 28 او 18 في 26 لا مؤاخذة. وهنعمل 6 بلوكات من الوايت كونكريت يا شباب، وبعد كده هنعمل 6 من الريد كونكريت، ده كله طبعا الناحية اليمين يا شباب. وهنعمل 6 من الجرين كونكريت يا شباب. وهنيجي الناحية التانية من المستطيل، هنعد 8 بلوكات من الريد كونكريت، 8 يا شباب بالظبط، وهنوصلها للناحية التانية. وبعد كده يا شباب هنيجي هنسيب فراغ كده وهنعمل زي شكل اكس في النص كده. احنا المفروض يا شباب ان احنا نعمل السيفين دول، فنحط دي كمان شبهها شغالة يا شباب شغالة. اصل عشان اعمل السيفين بالظبط هتاخد مساحة كبيرة قوي، وانا بحب اوحد مساحة الاعلام يبقى كلهم زي بعض يعني. هنملى الفراغات دي يا شباب بريد كونكريت، وهنملى دي كمان بريد كونكريت. طبعا المساحة دي كلها هتتملي بريد كونكريت اصلا، بس في الجزء الاخير من الفيديو يعني. وبس كده يا شباب، بعد ما عملت كل ده ومليت الحواف فاضل الجزء اللي انتوا كلكم متعودين عليه، اللي هو انت تملى الفراغات. انا عملت اللي هو المستطيلات دي ورا الكاميرا. هنبدأ نملى يا شباب المستطيلات ده ايه، وطبعا الفيديو متسرع فخليكم مع الفيديو يا شباب. وهي دي يا شباب النتيجة النهائية للعلم بعد ما خلصته ومليت كل الفراغات. والعلم شكله جميل يا شباب، والله من احسن الاعلام اللي انا بنيتها في السلسلة كلها. وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى لو الفيديو عجبكم مش تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم امجد من قناتكم امجد كرافت.